هنكمل مع بعض سلسلة مخبوزات حول العالم، والنهاردة هنسافر تركيا عشان نعمل السميت التركي. أنا كنت محتارة بين السميت التركي ولا خبز البيدة، بس قلت نخلي خبز البيدة لمرة تانية نعمله لوحده. السميت التركي هو الوجبة الشعبية الأولى عند كل الأتراك. مفيش شارع في تركيا مفيهوش بياع سميت، بيبيعوا منه الآلاف يوميا. ظهر في العهد العثماني منذ القرن ال14، كانوا بيخبزوه في أفران حرارية بتحبس البخار عشان تحافظ على طراوة السميت من جوه، ويبقى من بره الطبقة مقرمشة. وعادة بياكلوه على الفطار مع الشاي أو العيران اللي هو زي الزبادي. بيكون سائل شبه الزبادي كده، بس بيكون سائل أكتر. قبل ما نبدأ وصفتنا، لايك وشير للفيديو كتير. معانا 300 ملي من المية، هنحط عليهم معلقتين كبار من الزيت، ومعلقة صغيرة من الخميرة 5 جرام، يعني معلقة صغيرة اللي هي بتاعة الشاي، معلقتين من السكر برضو اللي هي معلقة الشاي. وهنقلب كويس كده لحد ما الخميرة والسكر يدوبوا في المية. معظم المدن في تركيا بيعملوا فعالية سنوية للخبازين، زي مسابقة كده بيقدموا فيها السميت لبقية الحضور، وبيستمتعوا بأجواء بتشبه الاحتفالات القومية زمان في الدولة العثمانية. بيشغلوا موسيقى اسمها المهيتار، كانت بتعزف أيام الدولة العثمانية. أنا بحب الحاجات دي جدا التاريخية، وبحب اللي هي ايه اللي تبقى ليها طقوس وكده. معانا نص كيلو من دقيق المخبوزات أو دقيق متعدد الاستخدامات، عليه رشة ملح نقلبها فيه كويس، وبعد كده هننزل عليه بالمية بالخميرة بعد ما اتفعلت. هقلبها الأول كويس كده بالمعلقة، وبعدين هدخل بإيديا بقى. نقدر طبعا نشتغل في العجان عادي، بس أنا بحب أصلا العجن، وكمان عشان أسهل على الناس اللي معندهاش عجان فهنعجن العجينة لمدة 10 دقايق، ولو في العجان هتاخد 5 دقايق. معلش، بس أنا مش بحب موضوع القلفزات أو الجوانتي، بحس إن أنا مش بعرف أشتغل قوي يعني، فما تقلقوش. أنا من ناحية النظافة أنا عندي ولاد، فببقى مهتمة بالموضوع ده كويس. بعد كام دقيقة كده من العجن هننزل بمعلقة كبيرة من الزبدة تكون طرية بحرارة الغرفة، وهنكمل عجن باقي ال10 دقايق لحد ما تتكون معانا عجينة طرية وناعمة زي ما هتشوفوا دلوقتي. في المخابز يعني أنا طبعا بحثت كويس، بيستخدموا المية والخميرة والزيت، وبعد كده ينزلوا بالدقيق، وبعد ما يعجنوا بحبة ينزلوا بالزبدة. يعني السميت التركي مش مجرد حبة مية وخميرة ودقيق وبس. هندهن البولة بتاعتنا بزيت ووش كمان العجينة، ونغطيها ونسيبها تخمر لمدة نص ساعة. طبعا في الجو الحر قوي عندنا ده خدت معايا بالظبط تلت ساعة، ولو في الشتاء هتاخد معانا من 45 دقيقة لساعة في مكان دافي. تمام، هنا اهو سيبناها لحد ما اختمرت، هنا بعد 20 دقيقة بالظبط. هطلعها بقى على الرخامة أو على المفرش السيليكون بتاعك، أي حاجة، أو الكاونتر اللي بتشتغلي عليه، وهبتدي امدها كده زي الرول شوية. هقرب لكم بس شوية، وبعدين هنقسمها من النص، وكل نص هنعمله 4 قطع. تمام. برضو في المخابز بيعملوا كده، بيبقى واحد واقف بيقطع العجينة ويحدفها للي بعديه، التاني يكورها، وهكذا بقى بيعملوه على كذا مرحلة. هنبتدي بأول كورة، بعد ما بيكورها بياخدها يمدها كده رول صغير كده مش كبير قوي، وبعدين يحدفها للخباز اللي بعده. تمام، يعني بيعملوها على كذا مرحلة، بيساعدوا بعض كده لحد ايه ما يخلصوا. الأجواء عندهم حلوة قوي يعني جوه المخبز. دلوقتي هنغطيها 10 دقايق ترتاح، 10 دقايق بس هنريحها، وبعد كده برضو هنبتدي بأول قطعة عجين عملناها. هنبتدي نبططها كده أو نمدها شوية كده على الرخامة، وبعدين نلفها زي كأننا بنعمل رغيف الفينو. تمام، ونقفلها كويس جدا، وبعدين نرولها بقى كويس كده رول رفيع 50-60 سنتي كده بالنظر، يعني ما تقسيش ولا حاجة، هي بالنظر رول طويل كده. تمام، بعد كده ناخد طرفين على بعض ونلفها تويست كده، وعلى الرخامة برضو نلف فيها بحيث الطبقتين يمسكوا في بعض. بعدين الطرفين كده عندك بقى الطريقة دي، اما الطرفين على الحتة اللي هي فوق
وتقفليها كده زي ما انت شايفة، وبقت عندنا السميتة متضفرة اهي. هنعمل واحدة تانية هنا اهو، هنمسكها برضو نلفها تويست، وعلى الرخامة زي ما قلت نلفها كده تاني بايدينا كويس، وبعدين ممكن ندخل بقى الطرفين من النص كده ونقفل، وندخل ايدينا من نص العجينة عشان ما تفتحش معانا اثناء التسوية. تمام كده واتقفلت كويس. هكمل بقى بقية السميد ونشتغل الخطوة التانية. هنا بقى معانا نص كوباية من المية، هما بيستخدموا دبس العنب، بيعجنوا العجينة ويسيبوها تخمر وبعد كده يقطعوها ويلفوها يضفروها وينزلوها في دبس العنب، وبعد كده في السمسم أو بذور عباد الشمس. معانا كوباية من السمسم متحمص، ضروري يكون متحمص مش أبيض عشان يدينا الشكل اللي بنشوفه بالظبط. مش متوفر طبعا دبس العنب، هنستخدم دبس التمر أو العسل الأسود. أنا هنا مستخدمة عسل أسود، نص كوباية من المية عليها فنجان من العسل الأسود، وهنغلف بعد ما تنزل في العسل هنغلفها كويس بالسمسم، ما نسيبش أي مكان فيها مش متغلف بالسمسم خالص. تمام، بإيدينا كده نوسعها شوية من جوه زي ما انتوا شايفين كده. معلش أنا اكتشفت إن هي مش ظاهرة، بنمد العجين كده بإيدينا كده، تمام، بحيث إن هي ايه تكبر معانا شوية السميد. يعني هتاخدوا بالكم إن هي كبيرة، اللي في الطبق كبيرة عن اللي تحت الكيس. ونغلفها كويس برضو بالسمسم زي ما قلتلكم، بحيث إن هي لما هتخمر الفتحات بتاعت اللي احنا مضفرينها دي هتبقى كده مديانة لون أبيض كده فاتح مع لونها الذهبي ولون السمسم متحمص. هيبقى شكلها زي السميد بالظبط اللي بنشوفه هناك في تركيا. والمرة الجاية إن شاء الله أصوره لكم من تركيا. قولوا أمين. تمام، بس احنا بقى مشغلين الفرن على درجة حرارة 200. هنا اهو بعد ما ارتاح هندخله الفرن. أخد معايا بالظبط تلت ساعة حسب الفرن بتاعك وقوته، ممكن ياخد معاكي 25 دقيقة، ممكن ياخد معاكي تلت ساعة، ممكن أقل. تمام، هيطلع معانا بقى السميد بمنتهى الحلاوة والجمال زي ما انتوا شايفين كده، طري وهش من جوه وكراست من بره ومقرمش ولون ذهبي حلو قوي. يعني أنا نتيجته مرضية جدا وطعمه حلو قوي قوي بجد. وحاولت أقدمه زي الأتراك طبعا، زي الفطار بتاعهم كده، حاجة بسيطة يعني، مع شاي بقى تركي، مربى، جبنة، زيتون. ممكن كمان تقدموه مع الدقة. فاكرين الدقة؟ أنا ستو كانت بتعمل دقة يعني ما أقولكوش. اللي ما يعرفنيش أو لسه بيتابعني جديد، أنا ريهام، ولو لسه بتشوفوا الفيديو لحد هنا فشكرا لكم جدا. هستنى تطبيقاتكم وتعليقاتكم، وما تنسوش اللايك والشير، ويلا سلام.